في الويب المغربي كاين يوتيوبرز يطلعوا بواحد الشكل خرافي، 100,000 مشاهدات، ملايين المشتركين، ما كاينش بحالهم في المغرب. ولكن بالليل ونهار دوك اليوتيوبرز كيختفيو من الويب المغربي. يعجبو يابلودي الفيديو. شوف العيش اخوي، شوف ذهب انا اجد ودرت دوك بلاكو يا جصاد. اوكي، غادي نفتتحوا القائمه تاع اليوم بايمن اكس داي. اليوتيوبر اللي عنده اكثر من 959 الف مشترك. تقول لي وات عادي، قناه عاديه تاع يوتيوبر اللي كيدير رياكشن تقريبا، من قناته غالبا هي رياكشن، فنو ماشي هادشي الاول. حيت بصح اليوتيوبر هذا غيب على اليوتيوب لواحد الفتره، ولكن رجع مؤخرا وغادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل في هذا الفيديو هذا. بعد ايمن اكس دي هذا الدراري كما قلت لكم حط تقريبا في القناه ديالو 166 فيديو تقريبا بحال كما. فهذا اليوتيوبر هذا فتح القناه ديالو 20 اوت 2016 بحال اي يوتيوبر، وخصوصا هو فتح القناه ديالو في الفتره ديال الاباطره. تقول لي وات كيفاش ايوب في الفتره تاع الاباطره؟ اليوتيوب المغربي او الويب المغربي كيتقسم لثلاث الفترات. الفتره الاولى اللي هي فتره 2012 2013 2014. هذه الفتره هذه اللي يلاه بداو الناس يكتشفوا، الناس في المغرب باي ذا واي كيكتشفوا اليوتيوب، وبطبيعه الحال تما فين يلاه بدا الكونتنت كرييشن في اليوتيوب، وبداو كتكرياو اول قنوات في اليوتيوب. ثم الفتره الثانيه واللي كتعتبر عند بزاف الناس هي الفتره الذهبيه تاع اليوتيوب او الفتره الاباطره تاع اليوتيوب المغربي، وهي 2018 19 20 21. الفتره اللي بانوا فيها بزاف اليوتيوبرز اللي اغلبيتهم فايتين المليون سبسكرايبر. اوكي، فمنهم هاد ايمن اكس دي هذا، ومنهم بزاف يوتيوبرز اخرين بحال سيمو بحال بيمو بحال بزاف يوتيوبرز اخرين. اوكي، العزاوي فاميلي حتى هو بان في الفتره هذه تاع الفتره الذهبيه تاع اليوتيوب المغربي. فهاد ايمن اكس دي كما قلت لكم كتعتبر من الفتره الذهبيه تاع اليوتيوب المغربي. فهاد ايمن اكس دي كما قلت لكم الدراري كان غادي عادي كيحط فيديوهات تقريبا نهاريا نهار لا، وغادي بيس في القناه ديالو حتى واحد النهار او في هذا العام هذا. اوكي، العام اللي قبل 2023 كيغبر من اليوتيوب لمده 6 شهور. بس شهور هو ما كيحط راه فيديوهات في يوتيوب، ما كيحط راه بوستات في يوتيوب. فالمشتركين ديالو بداو كيتفاجئوا وات كيفاش هذا غبر 6 شهور هو مال كل نهار كيحط فيديو، يومين كيحط فيديو. فبداو كيكتبوا لي دي كومونتير بحال فينك، فين مشيتي، علاش رجع، بزاف تاع لي كومونتير هادو الدراري. ولكن حتى لواحد النهار وكيفاجئهم ايمن اكس دي بانه كيرجع بواحد لا فيديو اللي كيقول فيه السبب علاش غبر هاد الغبره كامله تاع 6 شهور اللي ما عمرو دارها في القناه ديالو، واللي قال بها في التفصيل، اللي قال فيها بالتفصيل. اوكي، اللغه العربيه عندي مضروبه ولكن ما ندوش ليا الدراري. واللي قال فيها بالتفصيل لانه غبر على يوتيوب بسبب المرض ديالو، لانه مرض الاكتئاب مرض الاكتئاب. A few moments later. فاللي مرض بمرض الاكتئاب واللي وراهم الدواء وبلي راه كيشرب الدواء وما عرف شنو. فالمهم قصه دراماتيكيه. بعد ايمن اكس قال لهم بانه راه بصح كان مريض وكذا وداك الشيء، مابقاش كيحط فيديوهات والناس تقبلوها عادي وحاليا ولا كيحط فيديوهات، ولكن الارقام غاديه وكتنزل. فايمن اكس قبل لا يقطع كان كيجيب على الاقل 300 الف مشاهده 400 الف مشاهده على الفيديو، وهذا ارقام اللي عالي. فايمن اكس كان كيجيب هاد الارقام هذه، ولكن من بعد ما غيب 6 شهور الارقام ديالو بقات غاديه وكتموت. فولا كيجيب 40,000 مشاهده 50,000 الى كاع طلع بزاف 100,000 مشاهده. وبالنسبه للقناه اللي عندها 959,000 مشترك راه ارقام ضعيفه بزاف. ثاني يوتيوبر عندنا في القائمه تاع اليوم هو سكوزا اليوتيوبر اللي وصل اكثر من 811,000 مشترك. اليوتيوبر اللي بدا في 2014 20 اوت. اليوتيوبر اللي دخل ستيل جديد تاع الجيمنج في المغرب، اللي هو ستيل تخسر الهضره في الفيديوهات تاع الجيمنج. هذا الستيل هذا يقدر دابا يجيكم شي حاجه عاديه وبزاف اليوتيوبرز كيديروه كاع في المغرب، مي ديك الساعه كان شي حاجه اللي سبيسيال، واول واحد جابه هو سكوزا. تغبر من يوتيوب بسبب الدعم المفرط. وتقول لي كيفاش ايوب غبر سكوزا من يوتيوب بسبب الدعم المفرط؟ غادي نشرح لك بالزربه. فسكوزا ديك الساعه من يلاه بدا يوتيوب كان عنده الاف المشتركين، وغادي دقه بدقه كل شويه كيزادوا واحد مشترك وغادي طالع دقه بدقه للنجاح. سكوزا في واحد النهار خرج بواحد لا فيديو عاود فيه القصه ديالو، القصه والمعاناه اللي كيدوز منها باش يحط فيديوهات في يوتيوب. بحال القصه اللي قال بانه واحد النهار وحل بانه يخلص الويفي، خاصو 4000 ريال باش يخلص الويفي، ولكن ما عندوش فلوس بسبب انه ما ساكنش مع والديه، ساكن في دار جداه، بسبب انه عنده مشاكل مع والديه وكلشي ما عندهش به مشكل. فسكوزا قرر انه يخرج ويخدم ويهز السيم على كتافو ويهز الرمل على كتافو باش يجيب 4000 ريال باش يخلص الويفي باش يخدم ويدير فيديوهات في يوتيوب. وتقول لي وات ايوب
لما اليوتيوب ما كيخلصش باش يقدر يخلص الويفي ديالو. غنقول لك بان ديك الساعه كان السي بي ام تاع يوتيوب طايح. الطريقه اللي غتفهموها هي بانه كان ديك الساعه الخلاص من يوتيوب منعدم، يعني ما كيخلصوك والو. فهاد القصه هذه منها ودا سكاوزا طلع بوم صاروخ فايرال كلشي سمع به وكاع الناس ولاو كتسبسكرايبا في القناه ديالو، وهادشي هو اللي خرج عليه. سكاوزا من بعد ما 800 الف واحد دخل عند القناه ديالو تسبسكرايبا عنده بسبب انه بغاو عاد يدمعوا اشنو صاحبي يدعموه اوكي، بسبب انهم بغاو يدعموه ويعاونوه. فهادشي هذا بلاص ما يعاون سكاوزا مع خرج عليه وهبط القناه ديالو بزاف. حيتاش مثلا الى واحد الفيديو حطو سكاوزا طلع لكاع ديك 800 الف واحد السبسكرايبات عنده، وتقريبا من 10,000 منهم اللي كليكاو على ذاك الفيديو ودخلوا يشوفوه. هكا يوتيوب غتقول او الالغوريثم تاع يوتيوب غيقول بان هذا الفيديو هذا ما مزيانش، او لا هاد المشتركين تاع هذا الشخص هذا ما ابونيش عنده بسبب الكونسيبت ديالو، او لا فهمتي يقدر يكونوا مشتركين غير حقيقيين. فهكا يوتيوب كتقتل الفيديوهات ديالو وكتقتل القناه ديالو. فبلاص سكاوزا يستافد من ديك 800 الف مشترك بالعكس مع خسرهم. فسكاوزا من بعد قرر انه يبدل الكونسيبت ديالو ويدير واحد الكونسيبت تاع الجيمنج اللي نقي ويحيد تخسر الهضره. ولكن هادشي تا هو كمل على سكاوزا وبلاص ما يفيدو ويردوا عاوتاني للقمه، بالعكس مع زاد دمروا ديك 11,000 مشاهده اللي كان كيجيب ولا 20,000 مشاهده بالكثير كاع نقصات، ولا كيجيب 1000 ولا 2000 مشاهده بزاف. دوينا على ايمن اكس دي ودوينا على سكاوزا، ولكن خلينا واحد من اكبر ستريمرز في المغرب، واحد اللي حط من الارقام القياسيه اللي حتى شي ستريمرز اخر او لا يوتيوبر اخر في المغرب ما قدر يحطمهم. يوتيوب اللي عنده اكثر من 889 الف مشترك في اليوتيوب. فغتقول لي شكون هو هذا اليوتيوبر هذا؟ ذات سيت الياس المالكي. كلنا عارفين الياس المالكي والقصه ديالو اللي خلاته يغبر مؤخرا على السوشيال ميديا. القصه تاع انه ضرب مع داك خونا في واحد لا فيديو، كلشي كيظن بانه دخل السجن، ولكن بالنسبه لي انا ما نقدرش نقول لكم واش دخل السجن ولا لا، بسبب انه الياس المالكي ما قال والو ما صرح بوالو. فكنظن بان الياس المالكي ما هي الا مساله وقت وصافي، وغير رجع للسوشيال ميديا قوى من الاول كاع. فالياس المالكي واحد الحجره او اساس من اسس اليوتيوب المغربي، وكذلك ستريم المغربي او الستريم العالمي. فكيبقى الياس المالكي واحد من اكبر ستريمرز واليوتيوبرز في المغرب. اوكي ذاتس ات، هذا هو الفيديو تاع اليوم. دوينا فيه على اكس ايمن اكس دي، ودوينا فيه على الياس المالكي وسكاوزا وعلاش غبروا من يوتيوب وعلاش صعيب انهم يرجعوا عاوتاني. ماشي كلهم مي اغلبيتهم صعيب انهم يرجعوا عاوتاني لليوتيوب يكون عليهم. اوكي ما تنساش ديك اللايك ديك السبسكرايب بينا في اقرب وقت نوصلوا ل 10,000 سبسكرايبرز. كتب لي شي كومونتير يكون زوين مفرح، وباي.